فبقول لك ايه، بلاش تحلو ها، ما تجيش تسيح. رايح عشان الجو مريح. ال11 بتوقيت النادي الاهلي. قلت لك يا صاحبي ان الاهلي مقفل اللعبه من زمان قوي. الموسم اللي فات في قلب الملعب خسرنا نفس البطولة قدام نفس الفريق، وفي مثل كده معروف بيقول لك باتت ماتت، على رأي صاحبي طلبة بيقول لك القديم عليه رديم. احنا مش هنستنى 5 ولا 6 سنين كده عشان ناخد حقنا، مفيش وقت للكلام ده، مفيش وقت يا ست وداد. البطولة اللي بعدها على طول على نفس الملعب قدام نفس الفريق ووسط جمهورك. الاهلي بيتوج بدوري ابطال افريقيا رقم 11 في تاريخه، ويثبت للعالم كله انه بعبع افريقيا، ولا بالمجاملات ولا بالحكام ولا حتى بالحظ، والدنيا كلها تشهد على كلامي. الاهلي بيفرح جمهوره باغلى بطوله في افريقيا. مارسيل كولر بيصنع المجد مع النادي الاهلي. لما تيجي تمسك الاحداث حته حته كده هتلاقي كلها حاجات حلوه قوي، كل لقطه وكل موقف في ماتش النهائي حلو جدا، بتبقى عايز تتفرج عليها كل شويه. من اول رجوله محمد هاني واصرار محمد عبد المنعم وحلاوه بيرسي وغيرة علي معلول وحسين الشحات على تيشيرت النادي الاهلي، لتغييرات مارسيل كولر اللي جابت لنا البطوله بصوره كابتن محمود الخطيب وهو في المدرجات ومخلي حسام غالي على منصه التتويج. هنمسكها حته حته، بس في الاول نحب نقول الف مبروك لجمهور النادي الاهلي في جميع انحاء العالم. الف مبروك لكل من ينتمي للقلعه الحمراء داخل مصر وخارجها. مبروك لجمهور النادي الاهلي الحقيقي اللي كان موجود في كازابلانكا في مدرجات ملعب مركب محمد الخامس. الجمهور الحقيقي اللي بيعرف يفرح بفريقه ويحتفل بفريقه ويشجع فريقه، وقدر ان هو يجيب البطولة ويرفع راسه في قلب دولة المغرب. ونحب نقول هارد لك لجمهور الوداد، وهارد لك لجمهور الزمالك الودادي اللي كان بيشجع وبيساند فريق الوداد ضد النادي الاهلي. جمهور الزمالك كده كده ليه فقرة خاصة في حلقة النهاردة هنتكلم عليها. احنا خلاص خدنا البطولة وانا فوقت لكم بصراحة كده، مش جاي النهاردة اكلمك كورة خالص. اولا وقبل ما اتكلم على اللعيبة والجهاز الفني احب اكلمك على جمهور النادي الاهلي الحقيقي، هم ابطال النهائي الحقيقيين. جمهور الاهلي الحقيقي اللي من خلالهم وصلوا كذا رساله عن طريق المدرج الشريف، المدرج النظيف، المدرج الحقيقي. جماهير الوداد كانوا عاملين تيفو مكتوب بيه فاينل كويست، وفاينل كويست دي روايه اجنبيه بتتكلم عن اخر معركه بين النور والظلام، ورسمين شعار النادي الاهلي وجنبه وحش بياكله، وده بيوحي ان احنا هنتاكل وهننهزم وهم هينتصروا علينا. اما تيفو التراس اهلاوي اللي كان بيرد رد قاسي جدا على جماهير الوداد، والتيفو كان عباره عن صوره شيطان ومكتوب تحتيه عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مكافاه، بمعنى اصح او بالبلدي ان الشيطان لبسك في حيطه فاوعى تثق فيه تاني، وانتهى الدرس على كده. اما عن الكادر المعبر جدا والكلمه المعبره اللي رفعها التراس اهلاوي بعد نهايه المباراه وفوز النادي الاهلي، وكانوا كاتبين نامت وداد بدون مساعدات، ويقصدوا هنا طبعا المساعدات بتاعه الكاف لنادي الوداد. بص يا صاحبي من الاخر انا مش قصدي اغيظك، بس جحيم كذا ده تحطه في انت عارف الباقي. بصراحة عمل عظيم جدا من جمهور النادي الاهلي الحقيقي، اللي على الرغم من قلة عددهم ولكنهم كانوا في الموعد، كانوا مشرفين للنادي الاهلي ومشرفين لجمهور النادي الاهلي. المهم يا عزيزي ندخل في الماتش على طول، نخش في الموضوع. جمهور الزمالك الودادي على فكرة انا مش ناسيكوا، دوركوا جاي بس في اخر الحلقة. اولا الهدف اللي دخل فينا ما يتحملش مسؤوليته غير محمد الشناوي فقط لا غير، وده لانه ببساطة ما قدرش يتوقع الكورة صح. مروان عطية وحمدي فتحي من اول الماتش كانوا خارجين بره الماتش ومش مركزين نهائي. بعد الهدف الاول الوداد لعيبه النادي الاهلي بداوا يخرجوا عن تركيزهم، بداوا يتعصبوا من استفزاز جماهير الوداد ولاعيبه الوداد والحكم. قبل نهايه الشوط الاول حسين الشحات وكهربا رايحين بهجمه على مرمى الوداد، لما الكوره كانت في نص الملعب حكم المباراه لاحظ ان في لاعب من لعيبه الوداد واقع على ارضيه الملعب، ولكن الحكم ما وقفش اللعب وحسين الشحات كمل الهجمه وما رضيش يطلع الكوره بره.
محترم. الحكم فضل ممشي اللعب عادي جدا مفيش اي مشكله، واول ما كهربا استلم الكوره ولسه هيشوط في مرمى الوداد قام الحكم مصفر وموقف اللعب عشان يشوف لاعب الوداد اللي واقع على الارض. ده اللي خلى حسين الشحات يجري ورا الحكم ويشده من التيشيرت بتاعه، اللقطه اللي الناس كلها اتكلمت عليها وقالت ليه حسين الشحات ما خدش طرد. فانا جاي النهارده عشان اعرفك ليه حسين الشحات ما خدش طرد. اولا حكم المباراه غلط في الحته دي وهو عارف كويس جدا ان هو غلطان، عشان كده ما قدرش يطرد حسين الشحات واكتفى بانذاره بس. وبينتهي الشوط الاول على كده بتقدم نادي الوداد على النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. الشوط الثاني بدا والنادي الاهلي ماسك كوره ولاعيبه الوداد وقعوا بدنيا، عشان في الدقيقه 60 بيطلع حسين الشحات وبينزل مكانه احمد عبد القادر، وبيطلع مروان عطيه وبينزل مكانه محمد مجدي قفشه. خروج الشحات كان صح جدا مع انه كان من افضل اللعيبه في ارض الملعب، ولكن بدا يتعصب وبدا يتنرفز وكان ممكن جدا يطرد. ده كان قرار موفق جدا من مارسيل كولر. فعلا حسين الشحات بدا يخرج عن تركيزه وبدا يخرج عن الماتش ويركز مع اللعيبه ومع الجمهور ومع الحكم. في الدقيقه 70 الحكم بيوقف الماتش بسبب الالعاب الناريه والدخان اللي ملى الملعب، وكولر بيعمل تغيير بنزول محمد شريف وخروج كهربا ونزول عمرو السوليه بدل حمدي فتحي. اللحظه اللي اغلب لاعيبه النادي الاهلي كانوا متوترين وانعزلوا تماما عن الماتش ومركزين مع حاجات تانية، سواء الحكم او اي لاعب من لاعيبه الوداد او جمهور الوداد. الوحيد اللي كان ثابت مكانه هو محمد عبد المنعم، مركز جدا في تصرفاته وقراراته، حتى تدخلاته باين عليها الشخصيه القويه. في الدقيقه 70 اللي توقف فيها الماتش بسبب الالعاب الناريه، محمد عبد المنعم بقى بيروح لكل لاعب من لاعيبه النادي الاهلي وبيحمسهم على التركيز في المباراه والعوده للمباراه وبيشجعهم اكتر. ده غير الماتش العالمي اللي لعبوا على سامبو مهاجم الوداد، المهاجم اللي يعتبر نقطه قوته هي الصراعات الهوائيه. سامبو خسر 6 العاب هوائيه منهم 5 من عبد المنعم، ده غير انه ما قدرش يكسب اي صراع ثنائي ارضي. الوحيد اللي كان مستواه ثابت طول الماتش ما تهزش لاي ظرف. دقه تمرير عبد المنعم للكوره كانت 84%، يعني 32 تمريره دقيقه من اصل 38 تمريره، ودي حاجه بتوضح لك انه ما كانش بيخسر الكوره بسهوله. الدقيقه 78 ركنيه من ناحيه اليمين واقف على تنفيذها علي معلول. علي معلول بيلعب الركنيه على القريبه، بيطلع لها محمد عبد المنعم وبيحط الكوره في الجون بكل فدائيه. قليل قوي لما تلاقي راس حربه بيسجل هدف زي ده ومن المكان ده. لو تفتكر معايا اول هدف للاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم ده كانت قدام الاتحاد المنستيري التونسي، الهدف اللي بيسجله محمد عبد المنعم بنفس الطريقه وباسيست من علي معلول، ولكن كان من فاول. والنهارده محمد عبد المنعم بيسجل اخر هدف في البطوله وهدف البطوله باسيست من علي معلول. الهدفين كانوا بنفس الطريقه ومن نفس المكان وبنفس لفه الدماغ. عبد المنعم بعد ما سجل الهدف جري على جمهور الوداد وشاور على شعار النادي الاهلي وقال لهم الاهلي رقم 1. والحركه دي كان بيفكرهم بالبطوله بتاعت الموسم اللي فات اللي هم كسبوها ظلم وبالمجامله، وهو خارج من ارضيه الملعب بص لجمهور الوداد وشاور لهم على شعار النادي الاهلي وقال لهم ان احنا رقم 1 وهنفضل رقم 1، عشان يجي السنه دي على نفس الملعب وقدام نفس المنافس وفي وسط نفس الجماهير ويفكرهم ان الاهلي رقم 1. المهم هل الماتش كان فيه اهداف تانية ممكن تتسجل؟ الصراحه بس الاهداف دي كانت مع محمد شريف واحمد عبد القادر، فكده كده مش هيسجلوا. احمد عبد القادر لسه زي ما هو عمال بيرقص وما بيلعبش الكوره، فانا عايز اقول له ان ده النهائي، يعني ده اخر ماتش في البطوله، فانت سيادتك ناوي تلعب الكوره مع زمايلك امتى؟ ومحمد شريف زي ما هو لسه متلعثم ونايم ننا في ارض الملعب. 3 انفرادات للنادي الاهلي في اخر 10 دقائق، وده يبين لك ان لاعيبه الوداد مش قادره تجاري الماتش ووقعوا بدنيا، وبتنتهي المباراه بالتعادل الايجابي هدف مقابل هدف، ومجموع الماتشين 3 اهداف للنادي الاهلي مقابل هدفين لنادي الوداد. ويتوج النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا رقم 11 في تاريخه من قلب كازابلانكا وبالتحديد من مركب محمد الخامس. النادي الاهلي بياخد الكاس من ارضهم وعلى نفس الملعب ووسط جمهورهم. تعالى سريعا كده اكلمك عن العالمي مارسيل كولر. كولر هو اللي قعد محمد مجدي قفشه على الدكه بعد ما كان بيشارك اساسي وكان مدلل للجميع. كولر هو اللي عنف محمد الشناوي ومنعه انه يزعق ويدي تعليمات للعيبه في ارض الملعب. هو اللي قعد حسين الشحات وخلاه نسخه مرعبه جدا. هو اللي قعد بيرسي تاو لمستواه بعد ما كان قريب من الاعاره او انه يتسرح. طب مين اللي خلص الدوري بدري ولحد دلوقتي ما اتهزمش ولا هزيمه في الدوري المصري؟ طب مين اللي سكع بيراميدز بطولتين ورا بعض؟ مين اللي بيهاجم في اي
ماتش وفارد جناحاته على اي حد. مين اللي خلى كهربا من ضمن هدافين دوري ابطال افريقيا بعد ما كان حبيس الايقافات والغرامات؟ كولر قدر يوظف حمدي فتحي بطريقه جديده واثبتت نجاحها، سكع الزمالك في السوبر وفي الدوري. طب تقدر تقول لي مين اللي في نهائي دوري ابطال افريقيا بينزل عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه مع انهم بقالهم فتره بعيد عن الملاعب؟ ده غير ان انت متاخر في النتيجه. طب مين اللي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا قرر انه يتخلى عن الحارس الاساسي وكابتن النادي الاهلي ويلعب الماتش بالحارس الثالث؟ على فكره ده مش مانويل جوزيه ولا خليفته، مش ماشي على نهج فايلر ولا هو موسيماني، ده العالمي مارسيل كولر، نسخه منفصله بذاتها ومستقله عن اي حد. اقول لك على لقطتين حصلوا في الماتش ده مستحيل تشوفهم في اي نادي تاني في العالم. اللقطه الاولى هي لما تشوف كابتن محمود الخطيب مسافر مع بعثه النادي الاهلي في المغرب ولكنه مخلي رئيس البعثه هو حسام غالي. كابتن محمود الخطيب اللي كان قاعد في المدرجات واللي موجود في منصه التتويج باغلى بطوله في افريقيا هو حسام غالي. الناس اللي بتقول على كابتن محمود الخطيب بتاع لقطه وبتاع شو فينكو عشان انا مش شايفكم، ده راجل بيحب يكبر الناس اللي معاه. اصل انا اعرف واحد تاني كده لو كان فريقه خد البطوله دي كان مسك الكاس ورفعه وسط الجمهور وكان لم الميداليات من اللعيبه، وكان ممكن كمان ياخد المترجي ويحطه مع الميداليات ومع الكاس وراه في المكتب اللي دايما بيصور منه فيديوهات. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما تيجي نبص لما فازوا بالكونفدراليه الافريقيه. حازم امام اول ما خد الكاس وقبل ما يروح بيه للعيبه قام نتش من ايده الكاس ورفعه وقعد يقول لهم انا اللي جبت الكاس ده. عرفت مين بتاع اللقطه والشو ولا لسه ما عرفتش؟ النادي الاهلي عنده قيم ومبادئ وعنده انكار للذات. تعال نشوف اللقطه الثانيه لما محمد الشناوي طلع على منصه التتويج ولبس الميداليه بتاعته وقرر انه يقلعها وينده على مصطفى شوبير ويديله الميداليه. طول ما انت عايش هتفضل تشوف حاجات زي دي واكتر من كده في النادي الاهلي بس، عمرك ما هتشوف حاجه زي كده في اي نادي تاني في العالم. في النهايه احب اقول مبروك لجماهير الكره المصريه، مبروك للنادي الاهلي وجماهيره في جميع انحاء العالم، مبروك للعيبه الرجاله والجهاز الفني ومجلس الاداره، حقيقي كنتوا قد المسؤوليه. تعالى كده هوريك لقطه طريفه من رد صفحه النادي الاهلي على صفحه دوري ابطال افريقيا. صفحه دوري ابطال افريقيا الرسميه على تويتر بعتت للنادي الاهلي بتقول له ان احنا مستنيين التعديل الجديد في الشعار بتاعك بعد اضافه النجمه ال11، عشان ترد صفحه النادي الاهلي وتقول ان احنا عندنا مشكله مش لاقيين مكان نحط فيه النجمه ال11، في عندنا فريق تاني في مصر مكسوف يحط النجوم على الشعار بتاعه من قلتهم، اصله بيقول على نفسه نادي القرن. تعال اتفرج على اكبر انديه العالم واكبر انديه اوروبا وهي بتهني النادي الاهلي بفوزه بدوري ابطال افريقيا. اتفرج على مانشستر سيتي بطل دوري ابطال اوروبا وهو بيهني النادي الاهلي وبيقول له منتظرك في السعوديه. طبعا هنا يقصد بطوله كاس العالم للانديه، البطوله اللي فيه فرق كتير قوي بتحلم بيها ومش عارفين يشموها. اتفرج على نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الالماني وهو منزل على صفحته تهنئه للنادي الاهلي بفوزه بدوري ابطال افريقيا للمره ال11 في تاريخه. انه الاهلي يا شويه بليله، الاهلي الفريق العالمي اللي بيعرفه كبار انديه اوروبا. فانت ما تحاولش تقارن نفسك بيا نهائي، انت اخرك تشجع المنافس اللي بيلعب قدامك، اخرك تيجي من المانيا زي اللهبل اللي جاي من المانيا وماسك علم الزمالك عشان يشجع الوداد ضد النادي الاهلي، اخرك تشتري تيشيرت الفريق المنافس للنادي الاهلي وتشجعه بيه. انت فعلا فريق جمهورك مختلط، ما عندكش انتماء ولا عندك كرامه ولا عندك نخوه ولا دم. لما تشوف مشجع زملكاوي لابس تيشيرت الزمالك موجود في مدرجات استاد القاهره في ماتش ذهاب دوري ابطال افريقيا واقف مع جماهير الوداد وجماهير الوداد بتهينه وبتزقه عشان يرجعوه في اخر المدرج، يبقى انت ولا عندك كرامه ولا عندك نخوه ولا عندك دم، يبقى انت بتقل من نفسك وبتقل من جماهيرك وبتقل من التيشيرت بتاعك والنادي بتاعك اللي اسمه نادي الكرامه والوطنيه. بوستات كتيره قوي نازله من صفحات زملكاويه بتساند الوداد وبتشجع لعيبه الوداد عشان يكسبوا النادي الاهلي. حلمك بس ان النادي الاهلي يوصل في بطوله انت بقالك 22 سنه مش عارف تشمها. كل ده ليه؟ عشان انت مش عارف تبقى زيي ومش عارف توصل لربع اللي انا وصلت له ولا هتعرف توصل لربع. بس اقول لك على حاجه،
انا اللي عملت فيك كده، انا اللي خليتك تنام تحلم بيا وتهلوس وتكلم نفسك وتخبط راسك في الحيط، انا اللي خليتك تشتري تيشيرتات كل الفرق اللي بتلعب في دوري ابطال افريقيا عشان تشجعهم لما يلعبوا ضد النادي الاهلي، انا اللي لحست دماغك وخليتك تيجي من المانيا بعلم الزمالك عشان تشجع الوداد، انا اللي خليت الاعلام بتاعك يضحك عليك بكلمتين وياكل بعقلك الحلاوه عشان مش لاقي اي حاجه يقولها لك، مش هيقدر يقول لك ان الاهلي اقوى مننا، مش هيقدر يقول لك ان الاهلي كعبه عالي علينا، بيحاول يرمي لك اي كلمتين تفرح بيهم وانت تاخد الكلمتين تنزلهم على الصفحه بتاعتك، زي ما قال لك ان في خطاب جه من الفيفا بايقاف كهربا ولكن في انتظار خطاب من الزمالك لتنفيذ الايقاف. هو فعلا الخطاب ده وصل نادي الزمالك، ما عندناش اي مشكله وما شككناش في الموضوع ده، بس اعلام نادي الزمالك طلع وقال ان احنا يوم السبت بعتنا خطاب ايقاف كهربا للفيفا، وقالوا كمان ان نادي الزمالك هيخلي كهربا ما يلعبش النهائي. طبعا جمهور الزمالك ما صدق يلاقي اي حاجه يفرح بيها، قام خد الكلمتين دول منزلهم على الصفحات بتاعته، والمغفلين نسيوا ان الفيفا بتكون اجازه سبت وحد، يعني اي قرار هيتنفذ من يوم الاثنين، ودي فعلا حاجه تثبت لك ان جماهير نادي الزمالك اكتر جماهير بتفهم كوره. انا اللي جننتك ولحستك خليتك في فتره تيجي على رئيس النادي بتاعك ولما ينسحب من السوبر تقف وراه وتشجعه، انا اللي خليت ما عندكش مبادئ مش عارف تروح هنا ولا هنا، انا خليتك تمشي في طريق واحد بس هو اي طريق ضد النادي الاهلي، انا اللي خليتك تشجع العاب الصالات وتفرح بيها وفي الاخر اديتك على قفاك وخدتها منك، انا اللي نيمتك معيط في نهائي القرن، انا اللي خليتك تفرح بحته دوري خدته وتلف شوارع القاهره كلها بعربيه وعليها درع الدوري، انا اللي خليتك ما عندكش كرامه ولا عندك نخوه ولا عندك دم ولا خايف على التيشيرت بتاعك. انا كده خلصت الحلقه بتاعتي وخلصت كل الكلام، وهسيب لكم في اخر الحلقه بوستات صفحات نادي الزمالك المهينه للكرامه عشان ما اسمعش حد بعد كده يقول لك الزمالك نادي الكرامه والوطنيه، هم ولا عندهم كرامه ولا عندهم وطنيه لما يشجعوا فريق من المغرب قدام فريق من مصر. بس قبل ما تشوف البوستات دي عايز اقول لك ان الاهلي هو البطل الحقيقي للكره المصريه، الاهلي هو اللي بيشرف مصر في جميع المحافل الدوليه وعلى منصات التتويج، الاهلي هو اعظم نادي في الكون. ونلقاكم في بطوله اخرى قريبا ان شاء الله. كان معاكم ابانوب مفيد من نسر الاهلي، وهسيبكم مع بوستات البليله.